مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأوفياء، في هذا الخبر العاجل الذي وردناه الآن، أعلن خليفاوي الناقد الفاف الجزائري تراجع الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن فكرة التعاقد مع البرتغالي كيروش لتولي تدريب محاربي الصحراء. وقال خليفاوي الذي يقدمه إيهاب الكومي إن الاتحاد الجزائري سحب عرضه بشأن البرتغالي كيروش، ويفاضل حاليا بين أكثر من مدرب، ولكن يأتي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب نيجيريا هو الأقرب لتولي المهمة. وتابع خليفاوي إن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد صعبة ويصعب التكهن بنتيجتها، خاصة وأن الأهلي يمتلك خبرات إفريقيا كبيرة فيما يلعب الفريق الجزائري وسط أنصاره. وأوضح الناقد الفاف الجزائري أن فريق شباب بلوزداد سيفتقد لجهود نجميه فقط، ولكنه يمتلك في المقابل كوكبة من النجوم تستطيع تعويض الغيابات في لقاء اليوم الجمعة. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.